ميتسوبيشي حبسات في تونس وجايه تكمل البروجي ديالها في المغرب، غدير الاندماج مع الفرع نتاع المغرب. صافي داكشي اللي كان في تونس غادي ديجا كاين هنا في المغرب، غادي تجيب داكشي نتاع تونس وتزيدو للمغرب. انت هادشي اليوم قررت تونس ميتسوبيشي تحبس في تونس. ما كاينش مناخ نتاع الاستثمار، ما كاينش مناخ ديال تشجيع الاعمال، ما كاينش مناخ نتاع الفكره ديال انك تمشي بدوله وتبني دوله وتمشي لقدام في الصناعه ولا في السياحه ولا في حتى شي حاجه. وغادي ينوضوا تباكاوا، غادي يستغلها تبون. شوفوا قلناها لكم يا قيس سعيد، المروك راه يضرب من الجهه الاخرى. قلنا لكم بان المروك داركم السياحه ودابا باغي يديركم الصناعه. دابا ملي كتكون انت حمار اش غندير لك انا؟ ملي كتكون انت حمار انا اش غندير لك انا؟ دابا انا خصني ما ندير سياحه، ما ندير صناعه، ما ندير اقتصاد، ما ندير فلاحه. علاش؟ حيت انت عندك السياحه والاقتصاد والفلاحه. اش غندير لك الا كنت انت حمار؟ اش غندير لك انا؟ جاي من واحد القطاع معين لتجربه لا استزعت، وباغي تحكم دوله بحجم تونس وبتاريخ تونس ومكانه تونس والسياسه اللي كانت في تونس والمفكرين اللي كانوا التي انجبت تونس، وجايبين واحد عبيط من كليه الحقوق خدامه مع اللغه العربيه، خدام هو مع اللغه العربيه. صافي المجهود اللي كيديروها باش يقول جمله فيها اللغه العربيه. مشات ميتسوبيشي ايوا تبع ليا تبون، تبع تبون ودير النموذج التبوني في الاقتصاد. وسترون إخوتي التوانسة أخواتي التونسيات أن ما يحدث الآن في الجزائر سيحدث في تونس، والطوابير راه شفناها والركود الاقتصادي راه شفناه. غير المشكل اللي كاين والخطير في الأمر هو أن الجزائر عندها البترول، عندها الريع، تونس ما عندهاش الريع ابن عمي. يعني دينكم الهاوية والتوانسة فيقوا. قيس سعيد مع تبون دينكم للهاوية. علاش؟ الجزائر كما كان الحال، الجزائر ما عندها صناعة، ما عندها فلاحة، ما عندها سياحة، ولكن عندها هذاك البترول. على ما يتسالى في انتظار يتسالى راها دايرة ما بغات. صافي تونس ما عندهاش، تونس كانت عندها الصناعة التحويلية، عندها الصناعات الغذائية، كانت عندها الفلاحة، وكان عندها السياحة. ها دابا كتشكاو منهم 4. اش غدير؟ ما علينا.